تستوجب من الجميع حقيقة يعني توحيد الصف وجمع الكلمة. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويقول سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والمسلم يعني كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسائر. فكل مطلبنا يعني أنا لما طلبنا إخواننا إذا بالإمكان يعني نرى الإخوة المهتمين بأمر الشرع وأمر الثورة وأمر كذا في هذه المنطقة، إذا كان بالإمكان أن نراهم لنتواصل في هذه المعاني. ولذلك يعني نشكر كل الأخوة الذين لبوا هذه الدعوة جزاهم الله عنا كل خير. المقصود هو أن نتواصل ومزيد من الوصية في هذه المعاني، يعني معاني التآخي ومعاني التعاون ومعاني الاعتصام بحبل الله عز وجل جميعا وبمعاني الجسد الواحد والإيثار، وأن يحفظ كل واحد منا غيبة أخيه وعرض أخيه. يعني احنا حقيقة يا أخوان الله يجزيكم الخير عم نشوف في حساسيات وخلافات تقع بعض الأحيان تعكر الجو وتفرق الصف وتوقع جفوة بين بعض الإخوة. ونحن حقيقة يعني يجب أن نكون أبعد ما نكون عن هذا في هذا الوقت. فكيف نكون هكذا؟ بدنا إذن مزيد من الصبر والتحمل والمسامحة والعفو. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب لنفسه قط عليه الصلاة والسلام، لا يغضب لنفسه قط وما انتقم لنفسه قط عليه الصلاة والسلام. مهما سمع كلام عن نفسه فكان يعفو ويصفح ويسامح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما وعفوا وصفحا. أما إذا انتهكت حرمات الله عز وجل فكان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس غضبا. إذا انتهكت حرمات الله كان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويرتفع صوته. أما فيما يتعلق بشخصه بنفسه فمهما كان المسيء ومهما تجاوز فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصفح. نحن بحاجة إلى هذا الخلق في مثل هذه الأيام. يعني شخصي ما بهم قالوا عني فلان حسن خطاب فلان زيد فلان عمل سوى راح إجا واحد بلغني كلام. الأولى أن أطلب من كل الناس أن لا يبلغوني شيء مسيء عن إخواني. فقد كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول يعني دعوا صدري سليم على الناس إني أحب أن أرى أصحابي وليس في قلبي شيء على واحد منهم. ما تبلغوني واحد عمل حكى عليه كذا أو فعل كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يعني حتى المبلغ نقول له جزاك الله خير والله نحن نرغب أن لا تبلغنا شيء مسيء عن أحد. حتى إذا بلغنا شيء مسيء عن أحد فليقل له أنا سامحته وعفوت عنه وتجاوزت. ليش اللي بيحصل يعني؟ ما بيحصل شيء، بالعكس يرتفع مقام المسامح وصاحب الصفح والعفو، يرتفع مقامه عند الله عز وجل وفي أعين الناس. يرتفع مقامه عند الله عز وجل وفي أعين الناس، لأن هذا الخلق خلق عظيم وخلق الأنبياء. فنحن إذن بحاجة إلى هذا الخلق. أنا من خلال جولاتي ولقائي ببعض الإخوان رأيت أنه صاير عندنا شوي ضيق صدر. يعني لنكون صرحاء، رأيت من لقائي بكثير من الإخوان صاير عندنا ضيق صدر وصاير عندنا احتقان. يعني الاحتقان وضيق الصدر يا أخوان
على خلي ما استطيع استمر بالنقاش مع بعض اخواني لمدة 10 دقائق او 5 دقائق. تمام. يعني قال ثم قلت ثم رد علي، ما بخليه يكمل كلامه، نص العبارة بقطع، نص العبارة بسوي، ما نصل الى شيء. اما المطلوب في اي حوار ونقاش، اترك اخي يفضي نفسه ويفرغ ما عنده حتى يرتاح، ثم ارد عليه وهو كمان يحط ايده على خده يسمعني للاخر. يعني انا بحكي اسمعني للاخر، وانت بتحكي بسمعك للاخر، ثم نناقش بعض المعاني التي نختلف عليها. اما اذا كان يعني ما سمحنا لبعضنا ان يعني نكمل عبارة من العبارات، ما نسمح لبعضنا، فهذه كارثة ومصيبة. وأنتم يعني شئتم أم أبيتم، طلاب العلم الشرعي والعلماء، شئتم أم أبيتم، أنتم قدوة للناس يا أخوان. يعني أنتم قدوة للناس ومحل نظر الناس، والناس دائما حاطينكم تحت المجهر، يرصدون الكلمات والحركات والخطوات والسكنات. فإذا شافوا منا يعني هذا السلوك وهذا الخلق اللي ما في عفو، ما في صفح، ما في مسامحة، ما في حلم، تمام، في تجاوز أحيانا بالكلام على أخ من إخواننا، إذا رأى الناس العامة منا هذا فيقول هذا حال المشايخ وهذا حال العلماء وهذا حال طلاب العلم. فيعني نحن ما في إشكال إذا فعلنا أكثر من ذلك بكثير. فليستشعر كل واحد منا هذه القضية ولا تغيب عن ذهنه أبدا، أنه هو مسؤول أمام الله عز وجل عن إعطاء القدوة للناس. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. ونحن يعني ورثة الأنبياء، ما في بعد النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا نبوة، وإنما العلماء عليهم أن يتحلوا بأخلاق النبوة حتى يعطوا المثل الأعلى للناس في كل شيء، في الكلام، في المعاملة، في الحركات، في الأخلاق، في المنهج، في الحياة، في كل جوانب الحياة. طالب العلم الشرعي عليه أن يعطي المثل الأعلى للناس، فهو معلم من معالم الهداية، وهو ينير الطريق للناس، وهو الذي يخطبهم يوم الجمعة، وهو الذي يؤمهم في الصلاة. فلذلك يعني عليه أن يراقب نفسه في الشارع أيضا، وفي الدكان، وفي المتجر، وفي الجهاد، وفي الميدان، وفي كل شيء، مش بس على المنبر وفي المحراب. هو دائما يعتبر حاله عم يعطي محاضرة للناس، حاله بدون لسان، يعني لسان الحال في كثير من الأحيان أبلغ من لسان المقال. والله يجزيكم الخير. يعني أنا ما أحب الإطالة، وإنما أحب أن أسمع. هذا مجمل حقيقة ما نستشعره ونحب أن نؤديه لإخواننا في مختلف الهيئات. الله يجزيكم الخير. عندنا مسميات كثيرة في الميدان، يعني هذا جبهة وهذا تجمع، وهنا مثلا نصرة، وهنا لواء الشهداء كذا، وهنا عباد الرحمن، وهناك فاروق، وهناك كذا. عندنا مسميات كثيرة ولكنها أسماء فرعية يجب أن لا تنسينا الأصل. كل التجمعات الفرعية والأسماء الفرعية والمصطلحات هذه يجب أن لا تنسينا الأصل، أننا إخوة مسلمون موحدون مجاهدون، لنا عقيدة واحدة، ولنا عبادة واحدة، ولنا قبلة واحد، ولنا نبي واحد. وهذيك يعني أسماء ومصطلحات تخدم مراحل تكتيكية قريبة كذا إلى آخره، تنظيم حياة، تنظيم يعني ظروف الميدان تحكمها أشياء قريبة. أما بالبعد الاستراتيجي فنحن إخوة في الله جميعا. على كل منا أن يحفظ حرمة أخيه، حرمة دمه، وحرمة عرضه، وحرمة ماله ودينه. ما يسمح أحد منا لنفسه حتى أمام ذاته، مو أمام الناس، أن يتحدث بشيء من السلبية على إخوانه الظالمين.
يعني يا أخوان هذه فريضة شرعية، يعني فريضة شرعية أني أنا أخوي الغايب ما آتي بذكره إلا بخير، وإن كنت مختلف معه في جزئيات فكرية في بعض القضايا، فالخلاف هذا لا يفسد للود قضية من جهة، وهو شيء طبيعي جدا في حياة المسلمين، لكن لا نخرجه عن نطاقه. يعني تعلمون أن الصحابة الكرام اختلفوا في قضايا من هذه المسائل. اختلفوا مثلا في تفاوض النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة في صلح الحديبية. كان كثير من الصحابة يعني حتى نتيجة اتفاق، وهو الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ذلك يعني الصحابة ما دخل في مخهم كيف النبي يوافق على أن نعود هكذا ولا نعتمر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على أنه من أتانا منهم مسلما نرده ومن أتاهم منا لا يردوه. يعني ما دخل في مخهم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يوافق أنه سهيل بن عمرو يقول له امسح كلمة رسول الله، نحن لو علمنا بأنك رسول الله كنا اتبعناك، اكتب محمد بن عبد الله. فسيدنا رسول الله يقول لسيدنا علي امحي رسول الله، والله يا رسول الله امحي، أنا معتقد أنت رسول الله، امسح. يقول له وينها؟ هون، يمسحها النبي بيده. بسم الله الرحمن الرحيم، قال له لا ما نعرف رحمن ولا رحيم، اكتب باسمك اللهم. فقضايا شوف من النوع هذا الصحابة يرونها والنبي يفعلها. يعني نحن يا أخوان لو شفنا واحد هلأ من المسلمين، شفنا الشيخ يعقوب ولا الشيخ حسن ولا الشيخ كذا عم يتفاوض مع كفار على شغل وقع بشكل من هالشكليات، بنقول الله أكبر طلع من الدين، ونتهمه كذا وتنازل وباع وخان وعمل. ما في داعي يا أخوان. هذه قضية مرحلية بين الرضا القبول بشيء مرحلي والرضا به والإيمان به، في فرق بعيد بين أن أمرر شغلة مرحلية مثل ما مررها النبي صلى الله عليه وسلم، اكتب باسمك اللهم بسم الله محمد بن عبد الله محمد رسول الله. هذا شيء ما يغير من حقيقة أن محمد رسول الله ولا من حقيقة بسم الله، هذا شيء مرحلي تكتيكي. فمثل هذه القضايا تمام يعني تقع بين الصحابة حتى أنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم خلص انتهينا وبدنا نمشي بالصلح ويلا احلقوا رؤوسكم ونرجع. ما نحلق رؤوسنا ولا نرجع ولا كذا، وكل واحد يطلع بالأرض ويدخل بالخيمة ويطلع من الخيمة وكذا. كيف يعني كيف هذا بده يصير وهو رسول الله يا أخوان، مش زيد ولا عمر ولا كذا ولا إلى آخره، رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمته مهموما يقول لأم سلمة هلك المسلمون. لما يا رسول الله؟ يقول أمرتهم أن يحلقوا رؤوسهم وينهوا عمرتهم، ما أطاعني أحد. بعد رفض بطاعة الله ورسوله. فتقول يا رسول الله إن كنت فاعلا وإن كنت تريد أن يفعلوا ذلك فاخرج حتى تقف بينهم وادعوا للحلاق واحلق رأسك فإن رأوك فعلوا بك. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوقف بين الناس وحلق طلب الحلاق، فحلق رأسه فتزاحم الناس على الحلاق حتى كاد يعني يضغط بعضهم على بعض ويرهق بعضهم بعضا، حلقوا كله. فهذه الاجتهادات في قضايا من هذا النوع أمر طبيعي يا أخوان. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الرجل اللي كان في زمن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مظهره وطبيعته وكذا تدل على منتهى الرحمة والشفقة والحنية وكذا. إذا قرأ القرآن يبكي. حتى السيدة عائشة ابنته رضي الله تعالى عنها حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، كانت تقول له خلي عمر، أبو بكر رجل أسيف إذا صلى بكى وكذا، يعني فيه ضعف وفيه كذا. لكن بعد أن تقلد مقاليد الخلافة وعلم بأنه مسؤول عن الأمة ومسؤول عن الإسلام، انقلب هذا الرجل الرحيم الضعيف وكذا
إلى أسد هصور إلى جبل راسخ، وواجه خطرين عظيمين يعني داهما المسلمين في تلك اللحظة، خطر المرتدين وخطر مانعي الزكاة في آن واحد. من اللي اختلف عليه هو سيدنا عمر، قتال مانعي الزكاة. سيدنا عمر يقول له: كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ هؤلاء ما كفروا، ما خرجوا على الإسلام، نقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله. فسيدنا أبو بكر يقول له: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا هلا منع الزكاة، بكرة بيمنع الصلاة، بكرة هذا ركن من أركان الإسلام. إذا الآن سكتنا عن أن ينهد ركن من أركان الإسلام يتمادى الناس. فالمهم يعني لاحظ أنه خلاف بين أعظم رجلين جليلين في قضايا من هذا النوع، فالاختلاف في الرأي شيء طبيعي جدا يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. لما النبي صلى الله عليه وسلم خاض غزوة حنين بعد فتح مكة وغنم واديا من غنم ووادي من إبل، فوزعها وأعطاها لأهل مكة. لاحظ الصحابة من الأنصار الكرام الذين شهد الله لهم بأنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وجدوا في أنفسهم وبدأ بعضهم يحدث بعض. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أهله وعشيرته وأقربائه، يعني نسانا نحن وعطى العطايا كلها والغنائم لأهل البلد ولأقربائه، حتى قال قائلهم هكذا، تمام؟ يعني ما ظنوا بأنه هذا الفعل في تجاوز، في خطأ، ما فهمانين. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتكلم الكلام العظيم اللي بتعرفوه يعني جميعا: أوجدتم علي في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوب القوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني وجدت في أنفسكم على شيء دنيوي، أمر عادي أعطيه مشان أتألف في قلوب القوم اللي دخلوا في الإسلام جديد، وأوكلتكم لإيمانكم. أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون برسول الله إلى رحالكم؟ أنا رايح كل آية من الرسول معاكم، الإسلام معكم، والناس سيرجعون بالشاء والبعير إلى رحالهم وتعودون برسول الله. والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ولما ذكرهم بشيء يعني من قال: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وكذا، فقالوا: نحن لله الفضل والمنة. لكن قال: أجيبوني. ايش بدنا نجاوب؟ شو بدنا نجاوب؟ قال: أجيبوني. قالوا: لله ولرسوله الفضل والمنة. قال: بإمكانكم، يعني ممكن أن تردوا عليه وتقولوا: أتيتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وخائفا فأمناك. قالوا: بل لله الفضل والمنة يا رسول الله. شوف هالحوار يعني. فأقصد يا أخوان، نحن نختلف في بعض القضايا في هذا الوقت الحساس والزمن العصيب، ولكن ينبغي أن يكون هذا الخلاف هامشيا بسيطا. هناك ما هو أعمق منه وأقوى منه يجمعنا ويوحدنا، وأن نترك هذا الخلاف في الأمور الهامشية بعدين هذه الأمور بتنحل. أما نحن الآن يجمعنا أننا مجاهدون بإذن الله في سبيل الله، ويجمعنا بأننا نواجه حكم كافر ظالم استعبد الناس وقهرهم وسلبهم حريتهم وكرامتهم، وتجمعنا كلمة التوحيد وتجمعنا أركان الإسلام، ويجمعنا أننا نؤمن جميعا بالمحرمات الكبرى
هلا مجرد ما واحد يعني كلمة التوحيد اعتقدها ظاهرا وباطنا، وأركان الإسلام والفرائض أخذ بها ولا يساوم عليها، ولو أعطوه الدنيا ما يترك،